يا ترى ليه ربنا خلق لنا عضلات؟ اكيد ربنا ما خلقلناش عضلات علشان نعمل 6 باكس ونتعايق ونلبس باديهات. اول حاجه انت من غير عضلاتك للاسف انت مش هتقدر تتحرك، لان اللي شايل جسمك كله عضلات، ولكن بيختلف حجم العضلات وقوتها وصلابتها من شخص للتاني. يعني مثلا لو انت راجل محاسب فجسمك مش محتاج ان هو يشيل كتير، فتلاقي دايما جسم المحاسب جسم ضعيف او مش متناسق او مش قوي. اما بقى لو جيت شفت حد بيشتغل فاعل مثلا او بيشتغل في حاجات او شغلانات بيستلزم فيها مجهود بدني قوي، فهتحس ان جسمه ممشوق وكمان جسمه قوي، وده ناتج عن الشغل اللي هو بيشتغله او المجهود اللي هو بيبذله. وعلشان كده لما بنتمرن بنطلع عضلات، لان الجسم ما يعرفش ان احنا بنبني عضلات علشان نبقى اقوياء، لا هو فاكر ان انت بتشتغل شغلانه صعبه قوي فبتحتاج ضغط على الالياف العضليه وتقطيعها علشان تتبني مكانها الياف اقوى وتستحمل الشغل المبذول. ولنفس السبب لما نسيب التمرين جسمك ما بيحتاجش العضلات اللي هو بناها، فبيخرج البروتين منها وجسمك بيرجع ينكمش تاني او يخس او يفقد قوته. فكل ما كان جسمك تحت ضغط كل ما عضلاتك هتكبر وتبقى اقوى، وكل ما الضغط يخف على جسمك كل ما جسمك هتخلص من القوة او من البروتين او من الالياف العضلية الكبيرة الضخمة القوية وترجع انسان طبيعي تاني.